كل مرة أنا بطلع أفاجئكم بالعمل اللي أنا قرأته، بس المرة دي أنا جايبة لكم مجموعة أعمال وعايزاكم انتوا اللي تختاروا لي أقرأ إيه الفترة الجاية. في البداية أحب أعرفكم إن أنا عندي فطور اتجاه الأعمال تنمية بشرية وعلم النفس، فالفترة دي أنا بقرأ روايات بس. طيب أي روايات؟ فلا برضه مش حابة ان انا اقرأ الروايات الطويلة، مش حابة ان انا اقرأ اعمال عدد صفحاتها كبير، فعشان كده نقيت لكم اعمال تتناسب مع حبي للأعمال الفترة دي أو قدرتي على القراءة. فمعلش نستحمل الصيف عشان بنحاول نعديه على قد ما نقدر. فخلوني أوريكم أنا بقرأ إيه الفترة دي، وعايزاكم تختاروا لي من انهي مجموعه. اول عمل انا هبدا قرايه فيه وهو شبيك لبيك. تاني حاجه بقراها الفتره دي لمحمد العليمي هي مجموعه قصصيه بعنوان قصص من مصدر رفض ذكر اسمه. اسم كبير شويه وده ملخبطني في نطقه والله. كده عرفنا مع بعض انا بقرا ايه الفتره دي او هبدا قرايه في ايه، ولكن في مجموعه عايزاكم تختاروا لي منها اقرا انهي عمل. واول عمل معانا من المجموعه دي فكر خارج صندوق الطماطم لدكتور عبد الرحمن مصطفى النعيمي من اصدار دار الاحمد، احسان عبد القدوس من الدار المصريه اللبنانيه امبراطوريه ميم. كتير من صحابي هنا بدا قرايه فيه وفي منهم خلصوا، فقولوا لي ابدا قرايه فيه ولا لا. برضه إيلين او إلين، وده إصدار دار نون للنشر والتوزيع. وبكده تبقى دول الثلاث أعمال اللي معانا: إيلين، فكر خارج صندوق الطماطم، وكمان إمبراطورية ميم. اختاروا لي عمل منهم بقى أبدأ قراية فيه بجانب العملين فعليا اللي أنا هقرأهم، ومستنيكم تكتبوا لي بقى في الكومنتات انتوا بتقرأوا ايه.